السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا نبدأ. عندنا ايه النهاردة؟ عندنا أكلة هتعجبكم. عندنا بانيه ومكرونة. بصوا بقى، أنا أول ما دخلت المطبخ حطيت حلة المية بتاعت المكرونة، وحطيت الحلة بتاعت التسبيك. المكرونة يعني اتسلقت، كانت التسبيكة جهزت. أنا عايزة أقول لِك يعني الخطوات دي يعني مهمة، وهتلاقي نفسِك أنجزتِ، والأكلة دي بالضبط كده ربع ساعة، اضبطي على الساعة كده هتلاقي نفسِك ربع ساعة بالضبط وطلعتِ من المطبخ. سلقنا المكرونة، عملنا التسبيكة بتاعتها وخلاص خلّصت المكرونة وشطفتها. والتسبيكة وطّيت عليها خالص، هي استوت خلاص وجهزت، بس قُلت إيه على ما أخلّص الخلطة بتاعة البانيه دي وشوي البانيه يكون أنا إيه، الصلصة لسه سخنة، يعني أحُط عليها المكرونة على طول. وفي حاجة كمان عايزة أقول لكم عليها على المكرونة. ال المكرونة ما تنزّليهاش لمّا تستوي خالص، نزّليها 3/4 سِوَى، أو يعني اللي فيها تَكّة دي، لإن لغاية لمّا بتصفّيها وتشطفيها وكده بتكون خلاص إيه، استوت كويس، وعلى ما بتحطّيها في الصلصة عشان ما تعجنش منِّك وتتهرى وتلاقيها متكسّرة وأنتِ مش عارفة إيه السبب. السبب إن أنتِ بتطلّعيها لمّا بتستوي في المَيّة، لأ أنتِ طلّعيها صدّقيني 3/4 سِوَى هتلاقيها مضبوطة معاكِ بالضبط. حاجة كمان بالنسبة بقى للصلصة بتاعة المكرونة، حُطّي البهارات بتاعة الصلصة على الزيت. يعني حُطّي الزيت وحُطّي الفلفل الأسمر بتاعِك وشوية البهارات اللي أنتِ بتحطّيهم على الزيت وحبّة الزعتر. عايزة مكرونة جامدة، حُطّي شوية زعتر على الزيت، وبعد كده انزلي عليها بالطماطم أو الصلصة بتاعة المكرونة وسيبيها تتسبِّك بقى، بتودّي المكرونة في حتّة تانية وبتبقى تحفة. يالّا بينا بسرعة نرجع للوصفة الأساسية بتاعتنا بقى اللي إحنا إيه، هنتكلّم عليها دلوقتي. جبنة بصلاية صغيّرة تبشريها، تقطّعيها زي ما أنتِ عايزة. وجبنا يا بنات إيه، طماطماية مبشورة، وحطينا بقى البهارات بتاعتنا. البهارات اللي عندِك حطّيها إن شاء الله، حتى لو ملح وفلفل أسود بس. بس في تكاية بقى لو أنتِ عايزة البانيه ده تحفة، بشرة جوزة الطيب اللي أنا حطيتها قدّامكم من شوية دي. وبعد كده يا بنات إيه، تقلّبيهم في بعض كده كويس، ولا نقعي بقى ولا تركني ولا أي حاجة. بس في بقى برضه خطوة عشان تلاقي البانيه كده الحتّة بتاعته متملّحة وطعمها حلو. وهو بعد ما تغسلي البانيه هترشي عليه شوية ملح صغيرين وشوية فلفل أسمر وتعصري نُص ليمونة، وبعد كده بقى تحطيه على التتبيلة اللي إحنا عملناها مع بعض دي. التتبيلة بتاعة البانيه كانت بصلاية مبشورة، طماطماية مبشورة، والبهارات بتاعتِك هتزيدي على البهارات بتاعتِك بس بشرة جوزة الطيب، وتحطي الليمونة بتاعتِك تعصري ليمونة، بتبقى تحفة بجوزة الطيب والليمون يا بنات وجربوا. والطريقة بقى اللي أنتِ هتشوفيها دلوقتي دي في شوي البانيه، دي حكاية بجد، حاجة خفيفة وتحفة، وما فيش بقى حاجات كتير، ولا بيض ولا فيجيتار ولا بقسماط ولا دقيق ولا القصص الكركبة الكتير اللي بتحصل. والطريقة دي بقى مفيدة، يعني أكتر بكتير من الطرق التانية بتاعة البانيه. تمام كده يا بنات؟ أنا عملتها على كده في فيديو تاني قبل كده، برضه شوفوه فيديو قديم على القناة هيعجبكم أوي. حطينا بقى البانيه بتاعنا كده، حطينا قطعة زبدة وشوية زيت. أنتِ بقى المادة الدهنية بتاعتِك دي ما تقيدكيش، اللي موجود عندِك حطّيه، عندِك زيت، عندِك زبدة، اللي موجود عندِك حطّيه. تمام كده؟ وبعد كده يا بنات إيه، حطيت كمية البانيه بتاعتي كلّها زي ما أنتم شايفين، وبعد كده هتوطّي النار بقى، وأنتِ بتحطّيه كده بعد ما الزيت مع الزبدة يسخنوا، بتحطّي البانيه بتاعِك وتوطّي النار، عشان إحنا عايزين السوائل بتاعته كلّها تنزل كده. هي دي اللي هتسويه بقى. وبعد كده هنعلّيها، بس لمّا نقلّبه بقى بعد ما نقلّب البانيه بقى، حتى اللي إيه، هنعلّي النار. ودي بقى بقية الخلطة تحطّيها في النُص كده، بتفضل بقى تجيب في السوائل بتاعتها وكده، هي اللي بتسوي البانيه وبتخلّي طعمه حلو وتحديقته حلوة. تمام كده يا بنات؟ جرّبوا البانيه بالطريقة دي صدّقوني هيعجبكم أوي. أهو زي ما أنتم شايفين كده، وهنقلّبه بعد كده بقى إيه، هنعلّي النار براحتنا عشان ينشف ويدّينا اللون اللي إحنا عايزينه. بُصّوا، جرّبوا الطريقة يا بنات هتعجبكم، والله هتعجبكم أوي. هنقلّبه بقى وهنوطّي ونعلّي في النار لغاية لمّا تحسّي إن هو استوى. تعملي بقى على جنبه، عايزة تحمّري بطاطس ماشي، عايزة تعملي سلطة ماشي، اللي أنتِ عايزاه جنب منه تعمليه يعني. إحنا عملنا دقة وعملنا المكرونة وبس كده، استكفينا بكده. هو مش بياخد وقت على فكرة في السِوَى، طبعًا اللون واللي أنتِ عايزاه ده أنتِ بتتحكمي فيه.
اهو بصوا كده كان خلاص استوى. بصوا لونه وشكله ايه ازاي، تحفه بجد. لو عندك كركم برضو حطي في التتبيله شويه كركم. تحفه يا بنات، تحفه. تحفه بجد والله العظيم، هيعجبكم قوي. ما تقولوش ان الطاسه اتحرقت، خلي بالكم، لا والله ما اتحرقتش ولا حاجه، هتتغسل الصينيه ولا ايه. وبعدين زي ما انت عايزه تحطي في، عايزه جريل، عايزه صينيه، عايزه طاسه، اللي متاح عندك اعمليه. بصوا احلى شويه بانيه بجد اقسم بالله. ادينا بعد ما غرفنا الاكل اهو، شويه مخلل وشويه المكرونه والبانيه وشويه الدقه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في رعايه الله وامن.